الحمد لله. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، وما نحن إلا بالله وله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. معاشر الإخوة الأعزاء، كتجيني أسئلة كثيرة حول مرض الوسواس القهري. هذا المرض الذي شاع في العالم كله ولو على قلته، لكن في العالم العربي سموا هذا النوع من المرض بالوسواس القهري، وهذا خطأ شائع، يعني وقع لبس في الترجمة. فالاسم وجاء من الإنجليزية، اسم أجنبي ليس عربي. من اللي ترجموه كتبوا عليه الوسواس القهري، هذا ما جاءهم في الترجمة، فاختلط على الناس خلط بين الوسواس القهري والوسواس الشيطاني. فاسمه الحقيقي ماشي هو الوسواس القهري، وإنما هو الاستحواذ القهري. يعني استحوذ الوسواس على المريض بقوة، يعني كيشد مولاه وكيخرجوا من العالم ديالو كيعيشوا في عالم آخر، ذاك العالم اللي هو ما باغيش يعيش فيه وما عندوش رغبة باش يعيش فيه. يعني هاد المصطلحات ما حطوهاش في بلاصتها، فوقع خلط على الناس. إذن العبارة الصحيحة هي الاستحواذ القهري، وكيجي في المقابل ديالو الوسواس الشيطاني، ولهذا وسواس القهري ماشي هو الوسواس الشيطاني. الإصابة بالوسواس القهري معناه أن هناك اختلال، يعني خلل في المواد الكيماوية التي تساهم في تحسين المزاج. هنا كنتكلموا على السيروتونين، وكنتكلموا على الدوبامين، وكنتكلموا على أندريلانين والغابا، أسيتيكولين، كورتيزول إلى غير ذلك. فاش كتوقع تغيرات في الدوائر العصبية في الدماغ، بخصوص يعني التغير ديال المسارات ديال الدماغ. يعني كتحصل الإنسان مشاكل في مراكز التعزيز، يعني بلغة أخرى كيكون هناك مشكلة في الجينات اللي في الناقل العصبي السيروتونين، فكيسبب خلل. هذا الخلل شنو كينتج عليه؟ أفكار، كتطلع لنا أفكار واندفاعات، وهذه الأفكار كتولي مستمرة وبدون توقف، ناهيك على داكشي اللي كتسبب من المشاعر المزعجة كآبة وخوف إلى غير ذلك. هذه الجينات التي في الناقل العصبي كنحدوها عن طريق جهاز مغناطيسي، وهو اللي كيقوم بالتحديد ديالها. أشهر أنواع الوساوس القهرية هناك وسواس النظافة، وسواس التلوث العقلي، وسواس الومضي، الوسواس الحركي، وسواس النظام والتناسق، وساوس الشكوك، وساوس الخوف من الموت، الوسواس السلوكي إلى غير ذلك. والعلاج الخاص به عموما، علاج يعني الوسواس القهري من القلق والاكتئاب والخوف إلى غير ذلك، عنده محاور أساسية وهناك محاور فرعية حسب الحالة. إذا المحاور الأساسية هي 4. أولا نفهموا المرض جيدا، نعرفوا المضاعفات ديالو، نعرفوا منين جا، نعرفوا واش وسواس قهري ولا وسواس شيطاني. ثانيا باش نتعالجوا غادي نستعنوا بواحد المختص أو طبيب. النقطة الثالثة، لا بد نلتزموا الدواء، عندك خيار دواء كيماوي أو دواء طبيعي كما بغيتي. ثم هناك جلسات علاج نفسي سلوكي. إذا 4 مراحل باش نعالجوا الوسواس القهري بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالتفاصيل غتكون عندنا عبارة عن سلسلة فيديوهات حول الوسواس القهري بتفاصيله وعلاجاته وتغذيته إلى غير ذلك، غادي نوضعها إن شاء الله في القناة ديال التغذية، تابعوني هناك بإذن الله. الموضوع ديالنا اليوم هو الوسواس الشيطاني أكثر من القهري. الوسواس الشيطاني الدماغ يكون عادي، الدماغ ما كاين حتى شي حاجة، دير سكانير دير لي زاناليز ما كاين حتى شي حاجة، ما عندكش مشكلة في الدماغ. إذا الوسواس الشيطاني هو وسوسة سلبية، كما قال الله تعالى: فوسوس لهما الشيطان، بني آدم أمنا حواء وسوس إليهم الشيطان أن يأكل من الشجرة. يعني أن وساوس الشيطان يأتيك بشهوة المعصية ويجيب لك الأفكار السلبية. الشيطان فين كيتمركز؟ كيتمركز في الدماغ. الأسلحة ديالو البكتيريا الضارة اللي كاينة في المصران والموجودة في الجهاز الهضمي، والهدف ديالو القلب والصدر ضيق وحرج.
مع العلم أن الخلل في الجهاز الهضمي قولون مرتبط بالدماغ، والدماغ مرتبط بقولون، يعني مرتبط بهرمونات السعادة. يفسد واحد منهم يفسد الآخر، والمفعول كيكون دائما في الصدر. مع العلم أن اضطراب الوسواس القهري هي الله 4% اللي مصابين به عالميا، أما الوسواس الشيطاني كل العالم مصاب به، والعلاج ديالو حتى هو 4 بإذن الله. كاين الرقية بالقرآن، هناك التحصينات، هناك التوبة، وهناك الاستغفار وكثرة التسبيح كما سنرى في التفاصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن باش نفرقوا، هذا هو الموضوع اللي عندي اليوم، باش نفرقوا بين الوسواس القهري والوسواس الشيطاني. يعني واش المرض اللي عندي هو وسواس شيطاني ولا استحواذ نفسي؟ نذكر لكم الفرق بعون الله سبحانه وتعالى. هناك فرق بين الوسواس الشيطاني والوسواس القهري. أولا في سبب المشكلة. الوسواس القهري السبب ديالو راه ذكرناه، خلل في الناقلات العصبية في المخ، يعني الدماغ عنده مشكلة في الهرمون ديال السيروتونين. بينما الوسواس الشيطاني هو عبارة عن أفكار سلبية كل واحد كيمر بها، حتى الصالحون، حتى الصلاح، حتى الأنبياء، إلا أنهم اجتهدوا على أنفسهم وأصلحوها فوفقهم الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية ديال الفرق بين القهري والشيطاني أن الوسواس الاضطراب النفسي القهري كيسبب لك ضيق وكرب نفسية وانزعاج، لأن هذه الأفكار كتخالف المبادئ ديالك الأصلية، وهذا كيسبب لك اكتئاب، عزلة، خوف، مشاكل في كل شيء. أما الوسواس الشيطاني هو عبارة عن شهوات محرمة كيزينها لك، المريض ما كيكونش منزعج منها، بل بعض الأحيان كيعتقد أنه على صح والناس اللي غالطين، وبعض الأحيان اللي كتلقاه ما راضيش على النفس ديالو. نقطة الاختلاف الثالثة هو أن الوسواس القهري هي وساوس غير مقبولة إطلاقا، أنت كتقلب على العلاج منها، ما عندكش قبول. لكن الوسواس الشيطاني صحابه متقبلين، بل ما كيعرفوش كاع أنها وساوس شيطانية. نقطة الفرق الرابعة أن الوسواس القهري أنت واعي وكتحس بالفكرة وباغي التخلص منها، أما الوسواس الشيطاني الفكرة أصلا غير مسموعة وغير مدروكة، كيمارس بالرغبة ديالو، كيمارس الكفر، الإلحاد، قناعات، كلمات شركية كفرية، أفكار، يعني بدون وعي. على هادو اللي كيحاربوا الدين وكيحاربوا الشريعة ويدعون إلى استعمال العقل وترك الدين ويدافعون عن المعاصي والرذيلة، هذو مالهم؟ هذو في شراك الشيطان دون أن يدركوا، لأن إبليس عنده معادلة، قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، عنده خطوات. الشيطان اللي كيشد الإنسان أول مرة كيمشي يضربه في الكفر ديريكتومون، خصو مباشرة يدخلوا الكفر أو يدخلوا الشرك باش يخرجوا من رحمة الله. إلا ما قدرش عليه وشافوا شاد شوية في الدين كيحبب ليه البدعة، لأن البدعة هي أحب لإبليس من الفسوق والمعاصي. إبليس كيفرح تكون مبتدئ ما تكون سكيري ولا تكون زاني. علاش؟ لأن صاحب المعصية مهما طال الزمن سيتوب، عارفة معصية ويوفق الله تعالى للتوبة، لكن المبتدئ صعب أن يتوب لأنه كيظن نفسه دائما أنه على حق. إذا القرين إذا ما استطعش يديك لهاد جوج البيبان هادي، يعني الكفر والشرك والبدع، ينقلك الكبائر، كبائر الإثم والفواحش. ما قدرش عليك في باب الكبائر يمشي لك للصغائر، لأن صغيرة على صغيرة يوم القيامة تولي كبيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، ما تحقروش الذنوب ديالكم وتقولوا هذه غير صغيرة، هذا ماشي ذنب كبير، هذه ما عليهاش، هذه غير صغيرة، هذوك الصغيرات يوم القيامة يوليو وحدة كبيرة. الشيطان إن عجز عن هذا كينقلك المباحات، كيوري كاع اللي ما هي مباحة. شنو هي مباحة؟ يعني ما فيهاش إثم وما فيهاش أجر، يخليك تضيع عمرك غير في المباحات. واحد كتقول له اقرا شويه القران يقول لك ودي راه الترفيه عن النفس كنتصنتو غير الامداح النبويه، حياته كلها امداح، باغي يرفع على النفس، ما فيها اجر ما فيها معصيه، بطبيعه الحال تكون بدون طبول، تخرج من الدنيا وانت بدون حسنات. الى عز على هذا كيحاول يشغلك باش تترك بعض الفرائض، ما تصليش الصلاه في وقتها الى غير ذلك، او كيشغلك بالسنن والمندوبات عن الفرائض.
يخليك تشدد في السنة وفي المندوبات وتخلي الفرائض، تضيع الأصل وتشد في الفرع. السنن والمندوبات عن الفرائض. فإن عجز عن ذلك حاول شغله بالمفضول عن الفاضل. يعني الفاضل السحور مثلا، قال الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار، يعني السحور هو وقت ماذا؟ وقت الاستغفار، يشغله بقراءة القرآن، يعني يقلب له الأمور. فإن عجز عن ذلك حاول يشغله بالمكروهات. فإن عجز عن ذلك شغله بنفسه، قال لي أنت ما شاء الله وأنت وصلتي وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، باش ينفخ فيه، باش يدير ليه الكبرياء، باش يخرجه من رحمة الله. فإن عجز عن ذلك حقر له نفسه وعمله، قول لي أنت ما درتي والو مع الله، أنت ما درت شي حاجة، حتى يقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا عجز على هذا الشيء كل شيء كيصيفط ليه جنود ديالو ويصيفط ليه من الإنس والجن باش يبقاو تابعينه حتى يطيحوه إن استطاعوا أن يفعلوا له شيء. المفارقة الخامسة أن الوسواس القهري بعض الأحيان كتظن بأنها وساوس روحانية. شنو كتعمل؟ كدير الطقوس ديالك من الرقية إلى غير ذلك، أو هي ليست طقوس تعبدية، كتشعر بالراحة ثم من بعد يعني كيرجع لك أقوى مما كان. أما الوسواس الشيطاني هو وسواس لا يعود. إذا خدمتي الطقوس الدينية يذهب بالمرة وتشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. الفرق السادس أن الوسواس القهري إذا استعملتي معه الدواء كتخف عليك الأعراض والآلام، لأن الدواء كيأثر في الناقلات العصبية اللي فيها المشكلة، فكيحصل تخفيف في الألم. أما الوسواس الشيطاني إذا استعملتي مع الدواء العكس كيزيد، لأن الشياطين والجن ما كيتحاملوش مع الدواء. الفرق السابع أن الوسواس الشيطاني هي أمراض القلوب التي في الصدور اللي تكلم عليها الله سبحانه وتعالى في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الصدر. أما الوسواس القهري هو استحواذ قهري وغير وساوس وأفكار متعددة كتمر من قدامك. إذا الخلاصة أن الوسواس هو على نوعين. كاين الوسواس الأول يكون هذا الوسواس ماشي غالب عليك، لا يغلب على صاحبه، وإنما كيجيك مرة وكيمشي. هذا كيتعالج باش؟ بكثرة الاستعاذة من الشيطان الرجيم، تنفت على اليسار ديالك 3 مرات وتستعيذ بالله من تبغي تجيك هذه الأفكار، تقرأ القرآن، تقرأ الأحاديث، المعوذتين تمسح بهم ليلا وفي الصباح. أما النوع الثاني هو النوع اللي كيكثر على الإنسان الوسواس حتى كيغلب عليه، هذا لا يصلح علاجه بفعل من الأفعال، كأنه كلما فعلت شيء كلما ازداد في الوسواس حتى لو قرأ القرآن. العلاج الوحيد هو الإعراض التام، كيما كنقولوا إيميك، يدير راسو هذاك الفكرة ما شافهاش ما سمعهاش، ملي يجي فكرة يدخل في فكرة أخرى أحسن وأفضل، يكون عنده يقين أنه لا يضر أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الضار النافع، وأن الله رحيم، وأن الله لا يعذب عباده بهذه الأفعال، وأن هذا ليس من الدين، وأن الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. كيفاش غادي يكون عندك في الدين أنك توضأ 10 المرات باش تصلي صلاة وحدة؟ هذا ليس من الدين. خاصك توقف على هذا العمل وتعمل ما يعمله الناس عادة، ثم تعرض وتستمر في فعلك ولا تقطعه من أجل الوسواس. جاك الوسواس ما تاخدش به، قال لك وقيلا توضيتي ما توضيش، توضيت، نسيتي هذه ما نسيتش. لا تفعل شيء من أجل الوسواس تشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني بروغراما وتمشي ضد الوسواس، داك الشيء اللي قال لك الوسواس تعمل ضده، وهذا بطبيعة الحال كيحتاج توعية ويحتاج إلى الصبر. يجيك الوسواس في الوضوء لا تحقق، توضا وتصرف. الوسواس يجي ويقول لك مازال هذا الشيء، مازال ما درتيش هذه، لا راه باقا لك هذه، ما تلتفتش، اذهب وصلي لن يضرك بإذن الله سبحانه وتعالى. كما قلنا الله هو الضار النافع. قرأ القرآن، جاك يوسوس لك كمل قرأ، أعرض عنه. اش غادي يوقع؟ إذا بقيتي كتعرض عليه ما كتديهاش فيه، ما تديهاش في هذيك الأفكار، هذا الإبليس غادي يخليك في هذا الباب، غادي يسد هذا الباب، عرف ما بقى ما يدي منك، وغادي يمشي يبحث لك على باب آخر، وأبواب إبليس كما ذكرنا هي أبواب متعددة. إذا اللي خصنا نعرفوا أن القرين، الشيطان اللي معانا القرين، هو سبب أغلب الأمراض النفسية والروحية من الحسد والمس والعين والسحر إلى غير ذلك. هو قلنا كيعيش في الدماغ، المهمة ديالو الوسوسة، كيلعب لك بالأفكار ديالك، كيوريك غير الجانب السلبي. الأسلحة ديالو في الأمعاء الغليظة، في
قولون يعني هي البكتيريا الفاسدة، هي السلاح ديالو كيعمل بها كل شيء، وكيفسد بها حتى الدماغ، ويفسد بها الناقلات العصبية لهرمونات السعادة، لأن كل شيء في الجهاز ديالنا المسؤول عنها هي البكتيريا، هي السلاح ديال القرين. القرين المكان ديالو في الدماغ، الأسلحة ديالو في قولون وهي البكتيريا، التأثير ديالو فين؟ في القلب. يعني يوقع لك ضيق في الصدر، ضيق في النفس، ولكن ملي تقرأ القرآن غتلقى العلاج بإذن الله ديال ضيق الصدر وديال الهموم والمشاكل، يعني علاج القلب وعلاج كل الأمراض النفسية، كل ينتهي بتسبيحة لله سبحانه وتعالى. اسمعش قال الله سبحانه وتعالى، هذا ماشي كلامي أنا، كلام المولى سبحانه وتعالى، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. يعني كيقولوا لك كلام اللي كيضرك في القلب ديالك ويضيق الصدر ديالك وتنزل عليك الهموم والمشاكل وتبقى تخمم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. تسبيح، سبح بحمد ربك. امتى غنسبحك يا ربي؟ قال الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. بغيت السعادة والرضا من الله سبحانه وتعالى والعلاج، فالعلاج لكل الأمراض النفسية في التسبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا القرين أكبر دواء في كثرة التسبيح صباحا مساء ليلا نهارا، لا تقف مع الأسباب اللي قلنا تقوم بها بإذن الله يمشي عليك الوسواس الشيطاني. أخيرا نصيحتي لأصحاب الوساويس أي من كان نوعها، أقول وبالله التوفيق، الأفكار هي غذاء العقل. الأفكار هي اللي كتولد لنا الشعور اللي عندنا، كتأثر لنا على المصران. قولون العصبي هو اللي كيتحكم في الإنسان كله. الإنسان كينعس في الليل هو متوتر، صباح غير ينوض يبدا يجري. علاش هاد الستريس؟ علاش هاد القلق؟ عيش اللحظة، استمتع باللحظات ديالك اللي عطاك الله سبحانه وتعالى فيما يرضي الله. احمد الله سبحانه وتعالى على كل حال، شوف للتحت ما تشوفش للفوق، واحمد الله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، مهما كان الحال ديالك ما يكونش بحال أهل النار ديال يوم القيامة. ابتسم، الابتسامة كتقوي المناعة النفسية، كتجري الدم كيجري يوصل الدماغ، إذا وصل الدم للدماغ الدماغ كيخليك تفكر تفكير جيد. إذا الفرحة، الابتسامة، الضحك كلها تقوي المناعة النفسية قبل المناعة الجسدية. عند النوم اعمل واحد المسح للأذكار، تنفس العميق، حل الشرجم ووقف، شهيق وزفير قبل النوم، نعس بواحد الوجه طليق، ما تنعش وانت كتخمم. خلي النوايا الحسنة عندك لداخل، ما تشوفش نوايا سيئة. احنا خلقنا الله سبحانه وتعالى باش نعمروا هذه الارض بالخير. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. العلم نور. اول آية نزلت في القرآن اقرأ، يعني تعلم باش تخلي واحد البصمة في هذه الحياة هذه في ذاك الميدان اللي تعلمتي فيه. ما تجلسش بلا شغل، لأن الفراغ القاتل هو اللي كيعمل الوساوس ديال الدنيا كلها. العمل عبادة والعلم هو بصمة، وخلي واحد البصمة ديالك في هذه الحياة هذه. اعمل، اجتهد باش تنعس مرتاح في الليل، تنوض جيد الصباح. العمل عبادة، ما تبقاش مقابل غير الوساوس والأفكار السيئة. لا، زيد قدام وتوكل على الله، وغدا تقول بإذن الله سيكون أفضل من هذا اليوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.